اليوتيوب العراقي صار يعول يجي خلى كاميرا وصار منتقد، وقام يجيب فيديوهات منه ومن هنا وعلى اساس هو ينتقد بيهن ويحكي بغض النظر عن الفيديو اذا كان تعبان هو او لا، بس انت ما جاي بطريقه صحيحه تنتقده. فاليوم يا عزيزي راح نحاول انه ننتقد التصرفات او الاخطاء اللي عندك والسلبيات ونقارنها بالفيديوهات اللي جاي تحكي عليها انت، ونشوف هل يا ترى انت احسن او لا. لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناه. ليتس جو. السلام عليكم، كيف الحال شباب؟ عساكم طيبين وان شاء الله بخير. الله يسلمك، الحمد لله، انت شلونك؟ يا رب كله بخير. يا الله، والله دعوة حلوة. لا ان شاء الله مو الكل بخير، بس يحط لايك ان شاء الله بخير. شلون؟ صحيح يعني انا اتعب بصور واسهر الليل بكبره وتالي ما تالي تباوع وما تحط لايك. ايه هو لايك. المهم اخي العزيز، اللايك والديسلايك موجودات باليوتيوب على فد فيديو او شيء يعني يعبر عن رايك، سواء هذا الفيديو عجبني خلي لايك، ما عجبني خلي ديسلايك. ليش تدعي عليه؟ على شنو تدعي عليه؟ انا هذا الفيديو مالتك عجبني اعطيك لايك، تستاهل لايك. ما يعجبني الفيديو اعطيك ديسلايك. ليش تدعي؟ طبعا هاي اللقطه او هاي الحركه مو بس بهذا الفيديو جاي يسويها، بكل فيديو جاي نشره جاي يسوي هالموضوع هذا، ومرات يلطف الجو. ها لا اليوم ما راح ادعي، لا ها عزيزي شنو ماكو شيء سالمين. طبعا انا صراحه شفت مقطع ضوجني بيه، ضوجني من ناحيه الانتقاد مالته. انا الشخص ما عندي اي مشكله وياه شخصا، هو شخصيته حلوه وهاي، بس ما عندي اي شيء وياه، بس على انتقاد. تابعونا. اوكي طبعا هنا عنده هو فيديو اسمه افلام تيك توك العراقي. اوكي خلينا نشوف والله شنو السلام عليكم. اوقف على كيفك، على كيفك يرحم امك. اوقف، لا حد يصيح، لا حد يصيح، على كيفكم. شنو السالفه؟ شكو لا حد يصيح. ادروا انه انا امس منزل فيديو واليوم منزل فيديو. ليش؟ لان قلت فيديو هذا لا تحسبوا انه تنمر او فد شيء. فيديو لكم بس اشوف تفاعل قوي. طبعا دقيقة ونص يحكي بيها عن شغلات ما لها اي علاقة بأم الفيديو، بس يعني مقدمة تعتبر. دقيقة ونص ما دام بدأ بالفيديو خلينا نشوف ايش راح يقول. بالله اخذ اول فيلم وان شاء الله يطلع يخبل ان شاء الله. بس قبل لا نبدا نسيت اقول لكم انه لا تنسى اللايك. اوكي قولها مش عجب ما قالها. خلينا نبلش. اخوي ترى عيب عليك انه مثل خواتك وخواتي ودامهن نيتات عادي. شنو ما تدري ليش ما تحبنا غير احنا خواتك؟ ومين جت اخواتي؟ ترى انت من غير ام وامتين توفت، يعني ابوك كان موجود ذبت علينا. شنو اذا ما يعجبك انت واختك حوراء الله يرحم محمد وعلي تبقى هنا انت لا اخواتي ولا شيء، مجرد عود لي. شنو عود لك؟ شلون صايره هاي؟ عود لك شلون راح اموت هي؟ انت مبين من هذولي اللي اي ما في شيء. هو صحيح هذا يقصد اخته من غير ام بس من نفس الاب، يعني ستاب سيستر، فعادي شيء عادي طبيعي. شنو ليش منين مستغرب؟ يعني مثلا اخته بس من غير ام، ايزي. يجيب افكاره وقبل يبدي يصور، يعني ما يكتب الفكره ولا يكتب الكلام قبل يصور. اهم شيء التصوير عنده، يعني ما يهمه كلام الفيديو ولا كلام الفيلم، اهم شيء يصور. اوكي نكمل. عود لي شلون صايره هاي؟ ترى ما حد كان خواتي، خوش عندي اخت اسمها بنين. ادلك مهدي اريد الفلوس نطلع انا واختك بنين. ترى انت لا اختي ولا تجين تطلبين فلوسي. اختي بنين، اعطي اختي بنين. عذراء انت مو اختي وانت حوار، ترى لا تسين. تعال مساحتي تحت شوي. عذراء اختك انت ما مو اختي، انت من غير ام، وام كانت توفت وابوك كان ذبات يمنا. بس على كيفك خلينا نفتهم شويه. على كيفك شنو السالفه؟ سويته هوسه. هي قالت لك نريد نطلع انا واختي بنين، انت ايش دخلك بالموضوع؟ انت مظلوم. اوكي انت بحسب نظرتك انه هي هاي الشغلات الميمز يعود على اساس يعني الضحك، يعني المفروض اضحك يعني. مو اختك، زين هي اختها، انت ايش دخلك؟ حتى انت مدخته والله العظيم انا دخت، حتى قمت ما اعرف اسولف. عاد لو شايف دارك شو تقول؟ لو شايف مسلسل دارك شو تقول؟ هذا انت بهاي دخت. يمه جاتنا عوفا هذا الحكي راح ما يوديش بعد. لا طمن لا ربع ولا الف ولا مليون اطي. يلا حبيبتي مشينا بنين. وين طفر؟ لا ربع ولا الف ولا مليون يعني. استغفر الله. من لا ربع ولا الف ولا مليون اطي. شلون؟ لا الف
ولا ربع ولا مليون، طفر قبل للمليون. ماكو هسه شنو هذا يعني؟ هسه اعرف تنتقد، انت جاي شنو؟ انتقد فكره، انتقد تصوير، انتقد موسيقى، انتقد اداء. ادري ايش طفرك للمليون. هذا يسيب لك ما اشتغل. شباب خلنا اشغله واجيكم. مهدي ترى عيب عليك، شو السالفة؟ ترى هن مثل خواتك وخواتي ودامهن ميتة، ترى عيب عليك. ما ادري ايش فيك الصياح شكو، ترى نفس خواتنا. ايش فيك مصطفى شكو؟ ترى انت اخوي الكبير وما يد احاكيك وما يد اضرك، هو اختي بنين بس. مال حوراء وعذراء خواتي لا، من غير ام وانا ما اتدخل بيهن، تريد تتدخل بيهن، انا رايح في مال لا. مصطفى ليش عامل مهدي هيك؟ احنا غير خواتكم؟ لا ماكو شي اخوي، هذا مهدي لي انا متعصب يحكيك، قوم نخرب. هو هذا الفيلم، يعني هو ما يريد خواته، وهذا مصطفى ما ادري من اجى قبل صار خواته وراحوا للبيت وخلص الفيلم. يعني صار لي ساعة بوع على هذا، اريد الفكرة مال الفيلم وين، والله ما ادري. الفكرة مال الفيلم يا عزيزي خلي اقول لك اياها. الفكرة اكو اشخاص جاي ياخذون نسوان 2 و3 و4 فيصيرون اخوان. اخوان شلون؟ من الاب، يعني هذا من غير ام وهذا من غير ام وهذا من غير ام. اكو بيهم جاي شنو يصير؟ يقول لا اخويا اللي ابن امي وابويا، هسه مدوخ بيها يجوز اخويا ابن امي وابويا، يعني من امه وابوه ذولا يعني ما له علاقه والله هذا اخوي بس من ابوي، لا. فاكو مشاكل واكو شغلات جاي تصير بسبب هاي يعني الموضوع. فهم بسطوا لك فكره بسيطه سووا لك اياها، بغض النظر عن التصوير، بغض النظر عن الاداء يجوز كان، بس كفكره واضحه وواصله وماكو اي احد ما يفهمها. بس ما اعرف الخلل واضح وين. يعني افتهمتوا شيء من التصوير؟ كل شيء ماكو، كل شيء ما افتهمنا، بس افتهمنا انا مو اخوكن ولا ربع ولا مليون، وانا اختي بس بنين، هي هاي اللي افتهمناها. يعني معقوله هاي قصه حقيقيه؟ معقوله؟ اوكي شباب نشوف الفيلم الثاني، والفيلم الثاني طوله دقيقتين، يعني راح اضيع من عمري دقيقتين على هذا الفيلم. لا شو تقول علي 18 دقيقه انا حبيبي ما تروح للزيارة؟ بعد 7 أيام يطلع ال40 واحنا ما طالعين، شلون نطلع؟ حبيبي راح اخذك، اكيد راح اخذك. على كيف ايش فيك تصيح نصيح؟ انت غير مدني لماتي. صيحين الصيح يا معود، احكي عدس. شنو الصيحين الصيح؟ كلمه بسيطه الله وكيل كم. قولي لها ايش بك الصيحين؟ هي هاي الصيحين الصيح. والله كلمه بسيطه، الله وكيل كم، الله وكيل كم، كلمه بسيطه هي الله وكيل كم. هو هذا الفيديو نفس ذاك الفيديو، الله وكيل كم. زين هذا الفيديو نفس ذاك الفيديو. خليش تجيب حكايه نروح هيك، يعني هو جاي ليش جاي صيحين الصيح؟ شو جاي الصيح؟ يعني ما تستاهل انتقاد. منين جبتها؟ اوكي حبيبي؟ أدلت عليك الله أخويا بن حجة مال الإمام الحسين ما أخذ النويات، خل وياك بس هالمرة عليك الله. يعني هي كم حجه؟ هي حجه واحده بالسنه هي حجة واحدة، هي حجة واحدة. قالت لي أنت بالحجة ما خذيتنا وياك، يعني كانوا طالعين يجوز زيارة فرضا مثلا، خوش فخل نروح وياك بزيارة ال40 اللي هم جاي يحجون عليها هسه وعنوان الفيديو هذا. زين أنت هسه اسمع ايش راح يقول. تصير ب10 محرم وتقول له بالحجه مال الامام الحسين ما خذيتنا وياك. هي كم حجه؟ هي حجه واحده يعني. اي يا اخي جاي تقول له نروح لزيارة ال40. كنت ما خذاك، يعني قصدك من ذيك السنه ما خذاك. اوكي من ذيك السنه قصدها، توني يلا افتهمت قصدها. اوكي نكمل. ما مفتهم والله والله ما مفتهم. جاي تقول له ما خذيتنا وياك بالحجة، يجوز كانوا طالعين مثلا فرضا ما خذيتنا بالحجة، اخذنا وياك بزيارة ال40 اللي هي ورا الحجة ب40 يوم. لا مهدي صغار خاف علي، شو أنا جاي وياني؟ لا حوراء ما تروحين، مثل ما قالت عذراء. أخوي نحن هم خواتك ما تاخذنا كا بس عذراء تروح وياك؟ أنا أدري أخذنا وياك عليك الله أخوي، خل نشوف الناس نشوف المواكب. والله خطي والله من عندك انا اخذهم، يعني تريد تشوف الاناس. هي قالت مو انا، هي قالت الاناس، لا حد يقول لي يتنمر. عليك الله أخوي خل نشوف الناس. هلو هاي شنو هاي؟ خرب شرفي اذا ابطى بالعراق. وعندي سؤال ثاني، هاي اللي بصفكم ليش ما لابسه حجاب؟ يعني ليش هاي لابسه حجاب وهاي ما لابسه حجاب؟ شو اخي انت شعلك بيها اذا هي لابسه حجاب او ما لابسه حجاب؟ هاي وحده. اثنين خلينا نشوف الاناس، اذا البنيه غلطت بالحكايه وقالتها فامر طبيعي، ابنيه جاي يصور قدام تليفون والكاميرا لها رهبتها، اذا انت فعلا تعرف المصور وهاي فغلطت البنيه بالحكايه ما بيها شيء طبيعي. بس انت
بطبعك اعتقد، وانا شفت لك كم فيديو تحب التنمر او تحب تتنمر على الاشخاص، وبهذا الفيديو نفسه مثلت شخص قلت له اسكت شلون والله كأنك بنين الموسوي. يعني تتخيل انت جاي تقول له لا. انت لو شوف الفيديو مال حوراء وعذراء اللي قبل، يعني والله ماكو احد يمكن راح يحكي عليهن، وماكو احد راح يحكي على هذن البنات. شوفوا ذني اجزاء من الفيديو ونرجع لكم. صار فوق 5 سنين راجع بها. زهراء وحوراء وعذراء، 3 بنات معوقات ووضعية تعبانة إلى درجة أبوهن عنده ستوته، أبو العمارة ما مقصر بالإيجار باللي يقدر عليه، عنده بنات محتاجات عملية. وهاي بنات مشدودة وتحكون علي وبطلت. زهراء قد عمرك؟ 11. 11 سنة؟ بالمدرسة أنت مسجلة؟ ايه بطلت. ليش؟ جهالي يعيبون علي. ما ادري، هاي بنات مشدودة. هاي زهراء عمرها 11 سنة، من هي وصغيرة راجع بيها الحديان ما نسوي لنا شيء. حكومة ما طبعا مثل ما شفت الفيديو، بنات بسيطات حبن يعيشن حياة كطفولة، عاشن تنمر وتركن دراسة وما قدرن يكملن دراسة بسبب التنمر والحكي اللي صار عليهن. كبرا حاولن انه يشوفن حياتن، بس منين ما تجيك الضربة خلينا نقول. اذا صغار شافن تنمر، كبرا اجت انت وغيرك يعني قمت تحكي عليهن. فهي مشكلة يا اخي العزيز. اذا تعطي كاميرا تعطي تليفون لاي احد ويقول له تعال صور، فيصير اشكال. فاذا شفت هذا الفيديو يا راني، انا ما عندي مشكلة وياك انت شخصا، بس مثل ما تنتقد الناس حاول انه تراجع نفسك وتشوف اللي جاي تحكي عليهم صحيح. هسه يصير اقول لك اكو واحد يلبس قميص ويلبس ذني تشوف، وين اكو واحد يلبس قميص وتشوف؟ هذا مال دراجات وين اكو واحد يلبس قميص وذا اللي تشوف؟ ما صاير هاي ويصور فيديو. فراجع نفسك، شوف اذا انت عندك اخطاء او لا، واحكي بعدين عن الناس بانتقاد بناء. حاول انه تنتقد دائما انتقاد بناء، مثل ما جاي اقول لك اني الاخطاء اللي جاي تسويها والحكي اللي جاي تقوله ما له داعي. اذا عندك انتقاد بناء انتقاد بناء. وايد الحين ابي هاي الكلمه. فاوكي شباب، وصلنا لكم نهايه المقطع. اتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسوا باللايك والاشتراك بالقناه، وبس اللي يخلي لايك ان شاء الله بخير وبيساو.